السلام عليكم جماعة الخير، إن شاء الله تكونوا كامل لاباس عليكم. بون دائما مع الأحداث اللي راهي صارية هنا في بلادنا، على كل حال في الحدود تاع بلادنا مع في الجنوب هنايا، ومع الدول تاع الساحل هذو، الأزمة اللي راهي راكم مش عارف راكم تسمعوا بها ولا ما راكمش تسمعوا بها. والأزمة هذه في الحقيقة ماهيش جديدة، الناس اللي تبعت الأحداث تاع بلادنا يعني ماهيش جديدة، الأزمة راهي عندها قديمة، الأزمة راهي قديمة. الأزمة سيكو دولة مالي هذيك يعني كانت تقدر تقول دير استفزازات للجزائر، كانت بروفوكي فيها صافي تقريبا من اللي داروا الانقلاب في 2020، باسكو ما داروا دو كوديطا في 2020 ما نجح لهمش، عاودوا واحد اخر في 2021 من اللي داروا الكوديطا خرجوا يعني ضد القرارات تاع حسن الجوار، يعني باش نكونوا واضحين. هذه الدوله تاع مالي، ومن ثم المهم هذه هي. ومره هذيك سمعتوا وصرا الجزائر، يعني بلادنا هبطت لهم الطائرات اللي دخلت لبلادنا، وطائره سي نورمال، الطائره لازم يكون في العلم تاعكم باللي الطائره هذيك اللي هبطتها الجزائر كانت يعني عندها نيه تاع شر، نيه تاع شر، باسكو دخلت للحدود، عاود ولات الاراضي تاع مالي، عاود دخلت لبلادنا، يعني دو فوا تدخل، يعني كانت عنده زياده رفده سلاح. ما يهمناش، المهم اليوم راهي الامور شويه تأزمت على كل حال، بلادنا راهي قطعت المجال الجوي عليهم كذا. هما ثاني راهم داروا تحالف بين النيجر بوركينا فاسو ومالي ضد الجزائر سي نورمال، وراهم يقولوا بلي راح نقدموا شكوى للهيئه الدوليه. شوف على كل حال الخدمه، احنا الدوله تاعنا احنا ثايقين فيها، يعني بالها واش راهي دير، هما ادرى كما يقولوا. احنا كمواطنين يعني جزائريين، انا النصيحه تاعي ليكم، وتعرفوني ماشي باليوم بديت هذه الامور هذو، الناس اللي يعرفوني راني من قبل الحراك، وانا راني ننصح في الناس. يعني النصيحه تاعي ليكم هو الالتفاف مع الدوله ومع الجيش خاصه. هذه هي، ما تتبعوش هذ الخونه، ما تتبعوش هذ الناس اللي راهم كاين اللي مشريين، كاين اللي ما عندهمش ضمير، كاين اللي ما عندهمش اصل، كاين اللي التاريخ تاعهم اسود، تاع العائله تاعهم بالخيانه لهذا الوطن. انا ننصحكم الالتفاف مع الجيش، نوقفوا مع الجيش تاعنا، الجيش تاعنا يحمي فينا وحنا نحميوه، ماشي حنا راقدين في ديارنا هو يحمي فينا وحنا لا بال، حنا ثاني نحميوه بالاخبار، بالتشجيعات، يعني نعاونوه باللي قدرنا عليه، نوقفوا معاه باللي كان. هذه هي، احنا الجيش يعني يمد لنا ونمدوا له، نقولوها بكل صراحه. الالتفاف يعني مع الجيش تاعنا، مع القياده، لازم نوقفوا وقفه تاع رجل واحد. ما تقولوش البلاد هي مليحه، صحيح بلادنا مليحه، بصح اتو مومون تقدر تبدل الامور، العالم هذا راه هو يدور عكس واش راك تظن نتايا، باسكو كاين اعداء بزاف، العدو يمشي العكس واش راك تخمم نتايا. او اليوم صرا لهم في 24 ساعه داروا تحالف ثلاث دول، وما تنساش باللي هذ الدول هذو عباك باللي روسيا اللي ولات راهي تغطي عليهم، راهي تدافع عليهم، باش تعرفوا العالم مش راكم تظنوا يعني احنا ما نستناوش دول تجي تدافع علينا، والله احنا حاجه ندافعوا على انفسنا، نوقفوا مع الجيش تاعنا، وقفه تاع رجل واحد، لازم تعرفوا باللي البلاد الصح والجهاز العصبي والعمود الفقري هو الجيش، نقولوها ونعاودوها. بلا الجيش والله غير يجي واحد كحلوش لنا هنايا يدخل لك للعائله تاعك وتتفرج ما تقدرش تهضر، نقولوها بكل صراحه. يخطيك الجيش لهنا والله غير يجوا يلحقوا لك حتى للدار، وبالصفعه غير بالسقله، تاكل لك السقله ما تقدرش تهضر. الحمد لله عندنا الجيش حامي البلاد، حنا ثاني نوقفوا معاه، نوقفوا مع القرارات، خاصة في الازمات هذو، نسيو يعني نسيو نوقفوا باللي قدرنا. هذه هي، خاطرش اتو مومون يقدروا يكونوا مشاكل، في اي لحظه يقدروا يكونوا مشاكل، ولهذا احنا ننصح الناس ونعاود، وقفه تاع رجل واحد مع الجيش، مع القياده، مع الدوله، مع القرارات تاع الدوله، وضد الخونه هذو اللي راهم عايشين خاصه في الخارج، ضد الدوله، الهم تاعهم تتكسر البلاد باش يدخلوا، باسكو هما كامل راهم عندهم دي مونداداري هنا، الاخر فيهم محكوم عليهم هنا ب 20 سنه سجن، سي نورمال يحوس البلاد تولي دم باش يعاود يدخل. هذه هي، احنا معليش الله نتبعوا في الاخبار، ان شاء الله ما يكون غير الخير على كل حال، وربي يجيب الخير. هذه هي، والسلام عليكم.